Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year. قلت امسي عليكم بفيديو في اول السنه كده بعد 3-4 ايام من اخر فيديو. انا خلاص انتظام يا باشا، ما عنديش هزار خلاص. فيديو سريع كده عن ايه احسن 5 افلام انا شفتها فيها روح برد ديسمبر كده واجواء الكريسماس تتفرج عليهم، عشان لو انت زهقان او مش هتخرج يعني النهارده، او حتى لو انت عايز تعيش مود النيو يير كده في البيت. يعني جاي لكم بشويه افلام مفهومش فيلم هوم الون اللي ما بنتفرجش غير عليه كل سنه ده، وهحط لك لينكات كل الافلام اللي انا هقول لك عليها عشان لو انت مكسل تقعد تدور. يعني يا عم انا مدلعك على الاخر. يلا نبدا على طول بقى. رقم 1 Maybe For You. I'm Lou. الفيلم ده مش بيتكلم عن الكريسماس بشكل مباشر، بس اجواء كلها هتحسسك بالكريسماس. تخيل معايا بنت بسيطه مليانه طاقه وحب للحياه بتحاول تشتغل اي حاجه عشان تساعد عيلتها. حياتها بتتقلب لما بتشتغل مساعده عند شاب غني ووسيم لكنه مشلول بعد ما حصلت له حادثه مأساويه، والحادثه دي خلته يفقد رغبته في الحياه ويكون كاره الدنيا. الفيلم ده مش مجرد قصه حب عاديه، هو بيتكلم اكتر عن التغيير اللي ممكن نعمله في حياه بعضنا عن طريق الحب. إيميليا كلارك بشخصيتها المرحه وضحكتها العسل دي اللي والله من جمالها هتكون عايز تخش جوه الشاشه كده. Moving on to our next one. That was great. Thank you so much. What was بتحاول تخرج الشاب اللي اسمه ويل من حزنه واكتئابه وبتحسسه ان الحياه لسه فيها حاجات جميله حتى بعد اللي حصل له ده. الفيلم ده انا حطيته اول واحد عشان ده واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها الصراحه. انصحك بشده لو انت ما شفتوش تشوفه، واوعدكم مش هتنسوه. تقييمه على IMDb 7.4. نخش على رقم 2 فيلم It's a Wonderful Life. Yeah, that's against the law where I come from too. تخيل معايا انك في ليله راس السنه ومخنوق على الاخر، حاسس ان حياتك ملهاش اي معنى وكل الناس هتبقى حياتها احسن وفرحانين من غيرك. ده بالظبط اللي حصل لجورج، الراجل الطيب اللي دايما بيحط كل الناس قبليه، لكن لما الدنيا بتضغط عليه جامد وبيفلس وبيكره حياته بيفكر ياخد قرار ما فيهوش رجعه. بس فجاه في ملاك بيظهر له وبيقول له ان هو هيوري له الدنيا لو من غيره هتبقى عامله ازاي. I want to live again. I want to live again. Please God. وساعتها جورج بيكتشف قد ايه كانت حياته مهمه. الفيلم ده كلاسيكي شويه يعني ابيض واسود، اتعمل سنه 46، بس عايز اقول لك ان الفيلم ده اول لما نزل ايراداته كانت قليله جدا، بس مع مرور الوقت بقى واحد من اشهر كلاسيكيات الكريسماس على مر السنين، والامريكان بيتفرجوا عليه تقريبا كل سنه، حاجه كده زي العيال كبرت عندنا في العيد. تقييمه على IMDb 8.6، وعموما ده الفيلم الاعلى تقييما في احسن 100 فيلم عن الكريسماس. فيلم هيقلب مودك ويبسطك بجد. رقم 3 ناشونال لامبونز كريسماس فيكيشن. كلارك عنده حلم انه يعمل احلى كريسماس لعيلته، انوار بتلمع، ديكورات تخطف العين، وليله عائليه مليانه حب وفرحه، لكن كل حاجه بتمشي غلط وافكاره كلها بتبوظ، والضيوف بيحولوا الليله لكوميديا خارجه عن السيطره. كلارك برغم اللي بيحصل له بيحاول بكل طاقته يفضل ماسك اعصابه ويحافظ على روح الكريسماس، وبنشوف معاه هل هيقدر يحول الكارثه دي لذكرى جميله ولا هيضيع الحلم اللي تعب عشانه. الفيلم بجد مليان ضحك ومواقف واقعيه هتلاقي نفسك فيها، وبيعرض بشكل كوميدي ازاي ممكن الكوارث العائليه تبقى جزء من ذكريات الجميله. الفيلم تقييمه على IMDb 7.5، ورقم 8 في اعلى 100 فيلم كريسماس تقييما. رقم 4 Violent Night. تخيل بابا نويل اللي دايما فاكرينه الراجل الطيب اللي بيجيب الهدايا يلاقي نفسه في مواجهه مع عصابه مسلحه. العصابه دي بتحجز على عيله ليله الكريسماس وبتاخدهم ان هم رهائن، وبابا نويل بيكون جاي لهم اليوم ده بس مش بهدايا، وبيروح عشان ينقذ العيله بس باسلوبه الخاص. الفيلم هيخليك تشوف الكريسماس وبابا نويل من زاويه مختلفه تماما، ومليان اكشن وكوميديا، وفعلا هتضحك من قلبك وانت بتتفرج عليه. تقييمه على IMDb 6.7، ورقم 34 في احسن 100 فيلم كريسماس تقييما. رقم 5 واخر فيلم لاست كريسماس. Look, okay? It's not my fault. فيلم تاني لإيميليا كلارك عشان انا الصراحه بحبها قوي يعني، وعشان برضه لو انت شفت فيلم مي بيفور يو قبل كده فممكن تشوف ده مكانه. كيت هي بنت عندها حياه مليانه فوضى ومشاكل، شغاله في محل بيبيع هدايا الكريسماس، بس شغلها فيه كله مشاكل بسبب اهمالها، والمديره مش طايقاها. لكن في ليله بتقابل شاب غريب اسمه توم. والشاب ده بيكون عنده كاريزما وسحر كده، وبتتعرف عليه وبيوريها العالم من زاويه جديده تماما، بس بيكون في سر كبير مخبي عليها. الفيلم مستوحى من اغنيه جورج مايكل الشهيره لاست كريسماس، والنهايه بتاعت الفيلم فيها مفاجاه عظيمه مش هتتوقعها خالص. تقييم الفيلم على IMDb 6.5، ورقمه 45 في قائمه احسن 100 فيلم عن الكريسماس. بس كده وهنا خلصنا جولتنا في عالم الافلام اللي تخليك تمسك كده كوبايه الكابتشينو بتاعتك وتقعد تحت البطانيه وتعيش كده اجواء راس السنه. لو شفت اي فيلم من دول ما تنساش تيجي في الكومنتات وتقول لي رايك، عجبك ولا لا، وايه رايك فيه عموما، واللي عنده فيلم تاني شايف انه ينفع يدخل القائمه دي يكتب لنا في الكومنتات ونشوف يعني انهي كومنت هيجيب اكتر لايكات. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل دي عشان هتفيدك جدا، وده الانستجرام بتاعي
بتاعي لو حابب تبعت لي حاجه او نبقى اصحاب يعني. يا رب تكون سنه سعيده عليكم وتحقق كل اللي نفسكم فيه. بس كده، كان معاكم عبد الله. سلام.